بقي 13 يوما ونزل على رسول الله. اسمعوا آخر آية نزلت على رسولكم، تأملوها وتخيلوا أن هذه اللحظة هي آخر لحظات حياتكم وأعماركم. نزل عليه وختم القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخذ النبي يفكر وهو جالس يتذكر يوم قالت قريش عنه مذمما، ويتذكر يوم طردوه من بلده، ويتذكر يوم أحد يوم قتل حمزة وقتل 70 من أولئك المؤمنون، يتذكر يوم اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتذكر أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رسول الله: خذوني إلى شهداء أحد. يقول أبو مويهبة: فأسرجت له دابته فركبها في ليل دامس فوقف عند شهداء أحد كأني به ينظر إلى جبل الرماة وينظر إلى ما فعله أولئك الأوجاس، فإذا برسول الله يقف عند الشهداء ويقول لهم: السلام عليكم أنتم السابقون وأنا بكم لاحق وأنا بكم لاحق. ثم يبكي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة: فقلت: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: إنني اشتقت لإخواني. قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أسألكم بالله، هل في قلوبنا شوق وحنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقف على أهل البقيع ويسلم عليهم، يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فمرض النبي، مرض عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يخرج يصلي بالناس، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس مرة من المرات أنه يستطيع أن يصلي بالناس، فقال: احملوني إلى المسجد. يقول: فرفعناه، رفعه الفضل بن العباس ورفعه عليه، فأخذناه إلى المسجد وصلى صلى الله عليه وسلم وأتم بأبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله إلا أن يأتم كل نبي برجل من أمته حتى يحمل الرسالة من بعده. اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم ونادى زوجاته، وكانت الليلة الأخيرة ليلة ميمونة، فاستأذنهم أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فدخل عليه علي والفضل وحملاه والناس ينظرون. أخرجوه من بيت ميمونة إلى حجرة عائشة، فقلق الناس على رسولهم وإمامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ودخل عند عائشة وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول عائشة: فوضع رأسه على صدري وأخذت أمسح عرقه بيده لأنها أكرم وأطهر من يدي، وتقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فنزع يدها وقال لها: لا تفعلي، كان ذلك في المدة، يعني الآن هذا وقت موت. فعرفت أنه ميت. تقول رضي الله عنها، تقول: والمسجد كان مليئا وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله. فقال: ما هذا الصوت؟ قالت: صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال: صبوا علي ماء، وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر
فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض. والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار الرفيق الأعلى، فما فهم الصحابة شيئا من كلامه، ففهم أبو بكر أنه يودع، فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال: فدتك نفسي، فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما أملك. فأسكت الناس الصديق، قالوا: اسكت يا أبا بكر. فغضب النبي قال: دعوا لي صاحبي. ما لكم ولأبي بكر؟ والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا، إلا أبو بكر، فإنني لم أستطع أن أجازيه، وإنني تركت جزاءه على الله. اتركوا لي صاحبي، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم، إلا أبو بكر فإن جزاءه عند الله جل وعلا. أيها الناس، من أخذت من ماله فهذا مالي، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري، ومن مسست عرضه فهذا عرضي. فقام عكاشة فقال: أنا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني، وإني أريد أن أقتص منك. فرفع ثوبه على المنبر، قال: قم فخذ حقك مني. فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل. فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وضمه وبكى، صلى الله على رسول الله. ثم قال رسول الله ويختم: أيها الناس، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. يا أمة محمد، هذه وصية رسولكم يا من تركتم الصلاة، أسألكم بالله خذوها وصية من رسول الله قبل موته. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. ثم قال: الله الله في صلة أرحامكم، الله الله في نسائكم. أوصيكم بالنساء خيرا، وأوصيكم بالأنصار خيرا. يا أيها الناس، إنما أنا بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني لا أنفع ولا أضر. ثم أخذ يرفع يده ويدعو: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، رفعكم الله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس. قال: بلغوا عني السلام، وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا.
نفديك بأرواحنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تقول عائشة: فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري، ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال: يا فاطمة كلاما، ثم بكت، ثم قربها فضحكت. قال لها: يا فاطمة في الأولى إنني أموت يا فاطمة، وأنا أموت الآن، وأنت أول من يلحق بي. كانت آخر صلاة يصليها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم، يوم اثنين، ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أشار: أي صلوا. ولما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبريل عند بابه. تقول عائشة: استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله، فرد عليه السلام، ثم قال: إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك. يقول: فأذنت له. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير. دخل عليه ملك الموت فسلم، قال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك وقال لي خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى. وقالت عائشة: سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى. فقلت: والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة: فرفع يده يشير بسبابته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسقطت يده وثقل رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات، وعلمت. تقول: فقمت ففتحت الباب فصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت. يقول أبو بكر: فخرجت ووجدت عمر يقول: إن محمد ما مات، إن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات لأقطعن رأسه. فدخل أبو بكر وقال: اسكت يا عمر، أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه، فغسله الفضل والعباس وعلي. قال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: أنحن الأنبياء إذا متنا لا تخلع ثيابنا، فغسلناه بثيابه. قال: وسمعته يقول أيضا: نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا. يقول: فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته، ثم صلينا عليه زرافات ووحدانا. يقول أبي بكر: سمعت رسول الله يقول: ثم ضعوني على شفير القبر وصلوا علي زرافات ووحدانا، ثم اتركوني فإن الله سوف يصلي علي وملائكته. ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب. وكل أرض تشرف أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت فاطمة والصحابة يحثون التراب على الرسول، قالت: وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه
وفي جنة الفردوس مأواه. يا أصحاب محمد، أطابت أنفسكم أن تحثوا ترابا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. فانفجر الناس بالبكاء وذهب الناس إلى بيوتهم. وكانت الليلة الأولى التي يبيتون ورسول الله ليس معهم. قام أبو بكر، قام بلال يريد الأذان، فلما أذن ووصل إلى قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بكى رضي الله عنه وبكى الناس جميعا وما استطاع أن يكمل. يقول فاستأذنت أبا بكر أن يعفيني من الأذان فعفى عني لأنني لم أستطع أن أؤذن والإمام قد مات صلى الله عليه وسلم. وبكى الناس وأصبحت المدينة مظلمة، حتى قال أنس والله إنا رأينا نورا دخل المدينة يوم دخلها رسول الله، ورأيناها قد أظلمت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المؤمنون، وصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. إن كان مات رسول الله فما ماتت رسالته. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أيها المؤمنون، هذا وفاة حبيبكم محمد وقد ترك لكم سنته. ولاحظوا، يولد يوم الاثنين والشمس قد أشرقت، ويموت يوم الاثنين والشمس مشرقة، كأن الله يقول لنا أشرقت الشمس مع ولادتك، لأن رسالتك ووجودك كلها نور، وتموت والشمس مشرقة لأنك خلفت لهم الرسالة والنور. إن كان قد مات فما ماتت رسالته، إن كان قد وسد قبره فهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا خير لكم حي وخير لكم ميت، أما في حياتي فأهديكم إلى الله، وأما بعد مماتي فتعرض علي أعمالكم يوم الخميس، فما كان منها خيرا حمدت الله، وما كان منها شرا استغفرت الله لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قالوا له أو تعرفنا؟ قال أعرفكم بأسمائكم وأنسابكم وأحسابكم، وأحسب أنه قال كما قال الراوي وأماكنكم. ثم قال المغيرة فرميت خاتمي على قبره أو نحو قبره، قلت لعلي أصيب شيئا منه قبل موته. فهذه سنته وهذه سيرته بين أيدينا. اقتفوا بسنة رسولكم يا حكام المسلمين. هذا رسول الله أعظم قائد، فكونوا على ما كان عليه. يا علماء المسلمين، هذا رسولكم أحلم رجل وأعلم رجل بربه، فكونوا كما كان عليه. يا علماء ويا دعاة ويا مربون ويا مصلحون ويا أمة ويا شباب ويا رجال ويا فتيان ويا نساء ويا فتيات ويا إعلاميين ويا كل مسلم، بل يا كل إنسان، اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن تندموا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.